الكرخ ونوروز في هذا اللقاء المهم جدا للفريقين. القوى الجوية يبقى طبعا ب60 نقطة في صدارة الشرطة بفوزه طبعا قبل قليل ب59 نقطة. وصل نادي الشرطة وبدأ طبعا يزاحم فريق القوى الجوية. الشرطة تغلب على أمانة بغداد وفاز في اللقاء. الفريقين الآن وبانتظار صافرة الحكم باقر عبد الأمير، يساعده طبعا أكرم علي وحسين وائل وأحمد عسكر. بداية اللقاء طبعا نادي الكرخ بالزي الأبيض موشح باللون الأسود، بينما نادي نوروز بالأحمر. إذن الكرخ والكناري في مدينة السليمانية وفي ضيافة نادي نوروز. إكرام الضيف والكرخ وتشكيل الكناري لهذا اليوم بقيادة مدربه السوري أيمن الحكيم، يلعب بمحمد شاكر بحراسة المرمى، خط الدفاع مجتبى صالح، حسن علي برهي، هامان ديوري، مصطفى رميض بالوسط، محمد خالد، وكذلك يونس غني، صهيب رعد، اليوم فاي. وهنا لقطة لهداف الفريق طبعا يونس حمود كان بالصورة، وهناك أيضا مامادو سورو في المقدمة. هكذا يبدأ العقيد السوري طبعا مدرب الكرخ أيمن الحكيم، بينما ولي كريم مدرب نادي نوروز يلعب بتشومان أحمد بحراسة المرمى. هناك محمد دلاور، مرست جوشوا، محمد الحايك بالوسط، روى يوسف، أحمد إيسيا، راسكو وعلي خليل، كلاوديو أوليفيرا، وفي المقدمة كومولافي. كرة اللعب هاماني من هناك، تماس الآن لنادي نوروز. الفريقين ما خسروا في الجولة الماضية. الكرخ فاز على الموصل بهدفين مقابل هدف، بينما نوروز تعادل مع ديالى ب1-1. هي مباراة ما بين ثامن الترتيب الكرخ ب44 نقطة ونوروز تاسع الترتيب ب38 نقطة. أمامية الكرة، الانطلاقة من هناك والإبعاد هذه المرة من مصطفى رميض اللاعب اللي سبق اللاعب اللي سامراء. هنا ولي كريم طبعا المدرب اللي أعاد نوروز إلى الدوري الممتاز منذ عام 21، واللي أتى طبعا خلفا للصربي سفج. هنا محمد شاكر لعب للقوى الجوية، هذا السوري أيمن الحكيم طبعا أشرف على تدريب نادي شمالي آخر بالسنوات الماضية، درب دهوك وفي الموسم الماضي والنتائج المميزة مع نادي القاسم اللي تقريبا 99% ودع رسميا بنقطة بالمركز الأخير. كان مع القاسم الموسم الماضي 10 الترتيب، الآن بنتائج مميزة وجيدة مع الكناري. الكرخ اللي دائما معروف بالشبابية وأماكن لتفريغ اللاعبين الشبان. هنا اللاعب علي خليل، انطلاقة من علي وخطيرة، طالت الكرة. هذا علي خليل لعبة للطلبة ولعبة في نفط البصرة. طبعا في خط المقدمة لنوروز هناك كومولافي وعلي خليل وراسكو. يونس حمود 11 هدف. طبعا هو يأتي بالنسبة ليونس
أعتقد رابع الترتيب، يبقى بالصدارة تيميروف الأوزبكي ب20 هدف. بعد ذلك كوكو من الغراف، كرة قريبة، التمريرة والمحاولة من هناك، الانطلاقة، صهيب يحاول إلى التماس. هنا طبعا راسكو فريق وبالسلامة، السلامة للاعب، لاحظ اللاعب الصربي ميريسيش نادي نوروز. عالية الكرة للكرخ، تقطع هذه المرة المحاولة. مباراة المرحلة الأولى في بغداد انتهت للكرخ بثلاثية. الكناري غرد 3 مرات وسجل 3 أهداف، يونس حمود هدفين وعلي قاسم هدف. هذا صهيب رعد لاعب للنفط وعنده هدفين على القاسم وعلى النفط. كرة اللعب راجعة، اللاعب جوشوا، ابعاد للكرة، التماس لنادي نوروز. هنا مجتبى صالح ثالث موسم مع الكرخ، عنده هدف على أمانة بغداد، مثل نادي القاسم. كرة اللعب نادي نوروز، تمرير إلى اليسار، راجع الكرة، الحايك، كرة اللعب أمامية من الرميض، الانطلاقة والمحاولة والإبعاد من تشومان أحمد. نوروز والنتائج المميزة، يعني هذا تشومان أحمد، بينما هنا دلاور عنده هدف على النفط، أقدم لاعبي نادي نوروز. وهنا مجتبى تلعب الكرة، الكرخ يحاول، صهيب راجعة، اليمن فايل سنغالي، التمريرة من هناك والبحث عن شيء. حكم اللقاء يشير بالاستمرارية، الحايك تقطع من الرميض، يحاول بالكرة، الانطلاق الآن والمحاولة لنوروز، التبرير، محاولات، الانطلاقة، دلاور داخل منطقة الجزاء، خطيرة. بدأ نادي نوروز يهدد بالوسط، الانطلاقة من اليمين، راجع الكرة عالية وبعيد هذه المرة. هذا طبعا يونس غني، سجل يونس غني، بينما هنا ولي كريم في آخر مباراة على الموصل يوم انتصر الكرخ كان ب 2-1، هو من سجل أجمل أهداف، ركلتين مباشرتين جميلة. تمريرة الآن، تقطع الكرة، الصهيب قريب، حاول الينفاي، التمريرة لغني، الانطلاقة، محاولة هذه المرة التحضير، سورو مشت وياه مامادو الأفريقي، يحاول يمر للكرخ، والرقابة هذه المرة من جوشوا. الكرخ محاولة داخل منطقة الجزاء، القطع للكرة، التمرير الآن، كلاوديو أوليفيرا يلعب الكرة،
إلى كومولافي، 3 أهداف في هذا اللاعب النيجيري. لكن هنا حسن بري، حسن علي بري في اللقطة الماضية وبالسلامة. بالسلامة. سلام للاعب الكرخ. لاحظ. اوه يا احمد يا ايسيا، صراع الافريقي وبالسلامه للسنغال. اليوم فاي لاعب الكرخ، تدخل قوي، وربما هناك بطاقه حمراء، قد تكون هناك بطاقه. ننتظر القرار الفار. اللقطة الماضية روى يوسف، ممادو قريب بانتظار القرار. هذا البرازيلي كلاوديو أوليفيرا. خلينا نشوف كومولافي باللقطة الماضية مع برهي، خلينا نشوف القرار. بانتظار القرار طبعا في غرفة الفار. هل ترتقي إلى البطاقة الحمراء؟ خلينا نشوف. هذه اللقطة. التدخل بالقدم، تدخل بالقدم على السنغالي اليوم فاي. هاي اللقطة يا أحمد يا إيسيا. هل كان هناك تعمد بهذه اللقطة؟ ننتظر القرار. أحمد إيسيا لاعب نادي نوروز بهذه اللقطة والتدخل مع اليوم فاي. شوف العودة للهجمة. بانتظار القرار. هاي اللقطة الثانية، هاي اللقطة الثانية. بس هاي شوية أهون من اللقطة الماضية. ما يهمنا أحمد إيسيا. ننتظر القرار للحكم باقر عبد الأمير، يتحدث مع الفار في غرفة الفار. طبعا عصام فاضل وآيات زاحم. الآن عندنا بطاقة صفراء، عندنا بطاقة صفراء هذه المرة. إيسيا يعني على أي حال تترك لبرنامج أنت الحكم. تدخل مع إيسيا كان أقوى يعني من تدخل يونس غني، رأي شخصي متواضع لمعلق المباراة. يونس غني صفراء بطاقة مع إيسيا. تقدير يبقى لحكم اللقاء، وهناك البرامج المتخصصة بهذا، لكن
يا إيسيا أنت تدخلت بقوة. على أي حال بطاقة صفراء، هذا تقدير الحكم باقر عبد الأمير. نسب أول مباراة يديرها للفريقين. لاحظ 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 هذه اللقطة. يبقى التقدير لحكم اللقاء. نستمر الآن. بطاقة صفراء، كرة اللعب، مامادو يلعب الكرة، تقطع الانطلاقة الآن، التدخل رميض قريب وكومولافي، لكن تصل هذه المرة لمحمد شاكر. نوروز طبعا آخر 5 مباريات ما خسر، يعني عندما خسر مع الزوراء في آخر خسارة 1-2 بالجولة 21، بعد ذلك لم يخسر. يعني تعادل مع ديالا بال1-1. نكمل الهجمة، التمريرة تقطع هذه المرة، محمد يحاول، كوفي، لكن انقطع من مجتبى. الصراع، أقول نادي نوروز تعادل مع ديالا، و4 انتصارات كانت على أمانة بغداد وعلى نادي القاسم والغراف والنفط ميسا. كرة اللعب، الكرخ يحاول، صهيب مع مجتبى في صراع، وبالسلامة لمحمد دلاور. حرة مباشرة وخطأ. عندنا بطاقتين صفراويتين، واحدة ليونس غني والأخرى لأحمد إيسيا. التماس الآن لنادي نوروز. ذكر مباراة المرحلة الأولى 3-0 للكرخ في بغداد. يونس حمود هدفين وعلي قاسم. هذا حمود موجود، لكن علي قاسم ما موجود بهذا اللقاء. الانطلاقة، التماس الآن، دلاور يلعب الكرة مع روا، كلاوديو أوليفيرا، الصراع والتماس. هذا صهيب رعد. نادي نوروز طبعا تاسع الترتيب، 38 نقطة، 12 انتصار، تعادلين، 12 خسارة. سجل 33 واستقبل 32، بينما الكرخ 44 نقطة. الفوز في 12 لقاء، تعادل 8، خسر 6، سجل 35 واستقبلت شباكة 25. يعني الكرخ على ضوء الإمكانيات وعملية التعاقد والقيمة المالية للفريق بمركز جيد، يعني ثامن الترتيب 44 نقطة، هو مع القرمة راس براس، يعني متساويين بالمركز السابع، لكن فارق الأهداف. بالمناسبة ترى هم متعادلين ويا القرمة بال1-1، لكن فارق الأهداف أفضل. راجع الكرة إلى ميريسيش، الصربي يلعب الكرة مع جوشوا النيجيري، عالية الكرة، ابعاد من دفاعات الكرخ، راجع الكرة، الصراع بالوسط، محمد خالد 7 أهداف. لعبة الكرة تصل هذه المرة بالوسط، راسكو فريق يلعب الكرة من هناك، الحايك اللاعب اللبناني، تمريرة مع جوشوا، كلاوديو أوليفيرا البرازيلي. فريق نادي نوروز عملية التمرير والمحاولة من هناك، لكن طالت الكرة. كان علي خليل، هذا برهي، مواسم جيدة مع نادي الكرخ ولعب لنادي القاسم. كرة الآن، الركنية
نادي نوروز محاولة رميض في صراع أوليفيرا خطيرة جدا لكن إلى الركنية. نادي نوروز بدأ يهدد أيمن الحكيم، مدرب اللي يعمل بصمت. أوليفيرا لنادي نوروز، يحاول بالكرة هذا ميريسيش، ركنية الآن لنادي نوروز عالية داخل منطقة الجزاء، ابعاد لي الكرة، الانطلاقة والمحاولة. مامادو سورا لعب لي الزوراء، عنده هدفين بالنسبة لمامادو، سجل على الميناء وسجل على نفط ميسان. لاعب الكرخ مامادو سورا. هذا احمد ايسيا نيجيري، لا هو الجويع، يحصل على بطاقه بهذه اللقطه. اثنين وعدهم اصفر يا جماعه، اثنين وعدهم اصفر. لكن حذر حذر احمد ايسيا مع غني، يونس غني. صهيب قطع للكره، دلاور، اوليفيرا من هناك لعلي خليل، لكن القراءه الممتازه من رميض، يقطع الكرة إلى اليوم فاي، من هناك لمحمد خالد، محمد تمريرة مع غني، يونس للمحاولة خطيرة 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 خطيرة. يونس عبود حاول بالكرة للكرخ، والراية والتسلل، الراية والتسلل. لاحظ المحاولة، اللقطة الماضية. طبعا لا وجود للصفر صفر في لقاءات الفريقين التسعة، هي أفضلية لنوروز طبعا بتاريخ لقاءاتهم 3 انتصارات 2 للكرخ. التعادل حضر 4 مرات، لكن عندما يحضر التعادل ما يحضر بالصفر صفر، يعني بالواحد واحد مرتين وبالاثنين اثنين مرتين. كلما يلتقي الكرخ مع نوروز تكون الأهداف موجودة. أول لقاء جمع الفريقين بالواحد واحد موسم 2021، هاوري أنور لنوروز وقوقية. حسن عبد الكريم لاعب منتخبنا الوطني، لاعب الكرخ السابق، هو من سجل لنادي الكرخ. ومليون تريليون مبروك لجماهيرنا ولشعبنا العراقي ولمنتخبنا وللأسود للوصول بالمرة الثانية بعد 40 سنة إلى نهائيات كأس العالم. توفيق لأسود الرابطة إن شاء الله. الخطأ هذه المرة على ديوري هاماني، كرة بمنتصف ساحة لعب الكرخ. دلاور، محمد دلاور، الرقابة عالية، الكرة داخل منطقة الجزاء، خطيرة خطيرة، الله، أبعد كرة من فم المرمى، لكن أعتقد الراية والتسلل. اي نعم، الدولي أكرم علي. واحدة من الكرات الخطيرة، لاحظ لاحظ، لا لا لا، متسلل 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 متسلل، لكن برافو ربما غني، يونس غني، أيمن الحكيم سوري زعلان باللقطة الماضية. السوري أيمن الحكيم
2011 كان مع دهوك، نتائج رائعة. درب منتخب سوريا، درب الأندية الأخرى في سوريا، عمل مع الجيش والسوري، الرمث الأردني، الوحدة السوري، منتخب سوريا. التماس الآن للكناري، الكرخ عالية داخل منطقة الجزاء خطيرة، لكن الإبعاد من دفاعات نادي نوروز. بول كومولافي، التغطية، رميض، التمرير، كانت من برهي بشكل رائع. الصراع النيجيري الافريقي خطيره. السورو داخل منطقه الجزاء، ابعاد من روعه. احمد إيسا، يونس غني الى اليمين، الانطلاقه بساحه لعب فريق نادي نوروز. محمد طالت، يعني استعجل الرميض. لو كان هناك تأني كان بها كلام آخر. الكرة الماضية، هذا مصطفى رميض، لاعب اللي سبق اللاعب لنادي السامراء. طبعا الكرخ الموسم الماضي المركز 14 ب 46 نقطة. عالية الكرة، المحاولة الانطلاقة، مجتبى صالح حاول، دلاور في صراع إلى التماس، تماس للكرخ. كرة اللعب، كرة إلى الركنية، ركنية للكرخ. حلوة المباراة، يعني نشوف إثارة، نشوف ندية. هذا صهيب أرعد، الركنية الآن مجتبى صالح، وهنا مامادو السورو. ركنية للكرخ، هذا حمود لم يسجل منذ فترة. مجتبى للكرخ، عالية داخل منطقة الجزاء، خطيرة خطيرة، راجعة، والتحضير والهجوم الآن. محمد يحاول في صراع إلى الركنية، ركنية للكرخ، ضغط من الكناري، بينما هنا جوشوا. ركنية الآن، متعادلين بالنتيجة وبالركنيات 2-2. الكناري، هل هناك من كلمة؟ مجتبى مواسم عديدة جيدة، ولعب للقاسم، عنده هدف على أمانة بغداد على التنفيذ. عالية الكرة داخل منطقة الجزاء، وخطيرة خطيرة خطيرة. الله 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 الله، هذا غني، هذا يونس غني، لاعب اللي بدفعش بكرات الهائلة وذكريات الجميلة على الموصل بال2-1. بدلاء بالنسبة لي نادي الكرخ. يونس حاول يمر، الله، مر يونس غني. اوه يا يونس، اوه يا يونس لكن النهاية، شوف الحلو ما يكمل الحلو. هاي المراوغة الجيدة يا كابتن، وهذا التبرير وهذا الاحتفاظ، لكن النهاية ما عليك يا يونس. واحد من الأسماء المميزة بدوري. الحكيم يقول له والله يعني النهاية نحكي على
على أي حال. دلاور يلعب الكرة، حرة مباشرة وخطأ. هذا اليونفاي السنغالي، بينما هنا أوليفيرا كلاوديو ميريسيش جوشوا روى يوسف، اللاعب اللي سبق أن مثل نادي أربيل. نادي نوروز حاول بالكرة، القطع الآن محمد ما وصل بشكل جيد. محمد خالد كوفي، انطلاق الآن والهجوم المرتد ومجتبى والتماس. سنوات جيدة لمجتبى مع الكرخ، لذلك اللاعب يعني بدأ بمرحلة النضوج ويكون ركيزة أساسية بخط دفاع نادي الكرخ. هذا مجتبى صالح، راسكو فريق عيد الكرة، جوشوا نصف ساعة 30 دقيقة حبايب، تعادل سلبي بين نادي نوروز والكرخ لحساب الجولة 27 من دوري نجوم العراق موسم 25 26. هل هناك شيء؟ نشوف. ربما بالسلامة بالسلامة بالسلامة، الهدوء يا شباب. ما لاحظنا اللقطة الماضية. حكم درجة أولى باقر عبد الأمير، هاي اللقطة سورو ودلاور برازيلي مع مامادو بهذه اللقطة. وحكم الرابع كان بالصورة أحمد عسكر. تمشي يا شباب، تمر تمر. اي حلو حلو حلوة يا ولد، حلوة يا يونس. تستمر المباراة. حكم درجة أولى باقر عبد الأمير، أول مباراة يديرها، وأعتقد مبارياتها قليلة بدوري النجوم. الحكيم يطالب بشيء. أحمد عسكر باللقطة الماضية. لا 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 يا محمد يا دلاور، أنت كابتن الرجل، يعني تتحدث عن ربما 65 سنة. الرجل ضيف عندنا، الرجل مدرب يعني محترم جدا، مدرب ما عنده مشاكل، يعني بطاقة أعتقد على الحكيم. على أي حال على أي حال على أي حال اهدى يا العقيد، اهدى يا العقيد. واعتقد مثلها لي محمد دلاور. خلينا نشوف، ربما اي نعم اي نعم. يعني محمد دلاور انت كابتن لنادي نور، وتدخل في نقاش مع مع مدرب، يعني هو بمقام والدك او اكثر. يعني لاعبين يعني صح ضغط المباريات، لكن معرفتنا بالحكيم وبتاريخه يلا يا العقيد، يلا يا العقيد تمر ان شاء الله. عندنا بالعراق يقولون صافي يا لبن، صافي يا لبن، يلا يا لا لا، هاي الحركه ما مقبوله يا اوليفير. والله البطاقه الاوليفير الصفراء يعني افضل من دلاور، لكن يبقى تقييمها. على اي حال اوليفيرا باللقطه الماضيه. تستمر المباراه. جوشوا لتشومان احمد الى جوشوا، تلعب الكره. المحاوله محمد دلاور قريب في صراع مع صهيب. مجتبى بعد لي الكره وتماس للكرت.
مجتبى صالح. الكرخ والتعادل السلبي لغاية الآن. شوف مشوار الكرخ، أجهزة الاتصال كوميونيكيشن يعني هناك خلل وإن شاء الله يتم إصلاحها. الكرخ 12 انتصار بال1-0 على الغراف النفط الميناء. هاي جماهير نادي نوروز. 2-0 على النجف والميناء، 2-1 على القاسم نفط ميسان الموصل، 3-1 على الزورات، 3-0 على القاسم وعلى نوروز، 3-2 على دهوك. تعادل 8 مرات الكرخ ولم يتعادل سلبيا. 6 مرات طبعا تعادل بال1-1 مع الكهرباء والقرمة وزاخو وأمانة بغداد، نفط ميسان، أربيل بال2-2 مع الموصل والنفط. وخسر 6 مرات الكرخ. خسر 0-1 من القوى الجوية مرتين ومن دهوك وديالة، و0-2 من الطلبة، و0-3 من الشرطة. أيمن الحكيم هاي العقيد اهدى يا رجل. هذا هو تفكير بالمباراة بنتائج مميزة. أينما يحل هذا الرجل هناك بصمة في عمله. وأشرف على تدريب دهوك ونادي القاسم في دورنا. أعتقد هو المدرب الأكبر في دورنا يعني ب66 سنة. التماس الآن. مجتبى صالح يلعب الكرة. ممادو، مجتبى عالية خطيرة، محمد تحضير مع يونس، راجعة رميض عالية داخل منطقة الجزاء والرأسية وإلى ركلة مرمى. حلوة الجملة التكتيكية من لاعبي الكرخ. هذا ممادو السورو. حلوة المباراة. تشوف بعض اللمحات لكن التعادل السلبي الذي لم يحدث بلقاءات الفريقين ال9 الماضية. تشومان أمامية. محاولة الآن حرة مباشرة والخطأ لصهيب. رعد أوليفيرا مارادونا، كلاوديو أوليفيرا الملقب بمارادونا. برهي أمامية، الانطلاقة من هناك، المحاولة لكن الحي قريب. محمد يحاول التمرير، اليونفاي تحضير مع صهيب. الكرخ روى قريب، روى انطلاقة نادي نوروز، التحضير والهجوم الآن. كومولافي عالية والإبعاد من دفاعات نادي الكرخ. أوليفيرا يحاول، غني قريب، تسديدة من إيسيا لكن تعود من هناك لمحمد خالد كوفي. تقطع من الحائط وبالسلام. السلامة للحائط. هذا محمد خالد كوفي. لاحظ باللقطة الماضية احتكاك طبيعي جدا، ما فيش هذه اللقطة. هذا الحايك حلوة من حكم اللقاء. هذا باقر عبد الأمير حكم درجة أولى من محافظة الإيقار من العصرية. الأطفال العوائل الكريمة في السليمانية والحضور لهذا اللقاء. تمرير الآن مامادو، تحضير، إبعاد من راسكو. اليونفاي مامادو
مجتبى عالية. الانطلاق الآن بالوسط والصراع يبقى ما بين إيسيا ويونس غني. تمريرة الآن قريبة جدا، غني بيلب الكرة بشكل رائع. التمريرة شوف النهايات عند يونس يعني دائما ما تمشي وياه ما تمشي وياه. غني يلعب الكرة إلى اليمين، رميض الانطلاقة مع محمد خالد، تمريرة مصطفى رميض خطيرة خطيرة والإبعاد من الدفاع. مصطفى رميض بواجبات يعني دفاعية وهجومية رائعة. أحس الجهة اليمنى أنشط شغالة أخطر بالنسبة لي. الكرخ مجتبى يلعب الكرة، ما شاهدنا حمود لغاية الآن. يونس حمود ما شاهدنا. هداف الفريق ب 11 هدف. أوليفيرا مارادونا يلعب الكرة، رميض يعيدها، برهي حسن علي برهي، تمريرة لمصطفى رميض، راجع الكرة لنادي الكرخ. التمريرة الآن غني يحاول يلعب الكرة بها الوسط، راسكو علي خليل، تمريرة إيسيا، التحضير مع مارادونا، راجع لإيسيا، حاول ميريسيش إلى جوشوا، انطلاقة لجوشوا، محاولة دلاور خطيرة لكن الإبعاد من دفاعات الكرخ. صهيب التمريرة حلوة بالحكم اللقاء، يعطي الادفانتج طبعا يونس غني هو من يصنع التوازن في منطقة الوسط، صانع العاب رائع بالنسبة للكرخيين. محمد يعيد الكرة إلى برهي، حسن علي برهي، التمريرة مع رميض. الهجوم الآن محمد خالد، خطيرة 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 خطيرة، ممادو، صهيب صهيب صهيب، يا صهيب يا صهيب، رعد بمحاولة كانت جيدة. لاحظ علة العارضة ومحاولة ممتازة، أفضلية للكرخ يعني من حيث البوزيشن، الحيازة، الخطورة، لكن المباراة سلبية لغاية الآن. تمرير الآن أراوة، نادي نوروز يحاول حرة مباشرة والخطأ. هذا السنغالي اليون فاي، راسكو، أوليفيرا، مارادونا، كلاوديو أوليفيرا، التمرير الآن مع أحمد إيسيا، نادي نوروز، المحاولة، الحائط قريب، يترك الكرة لعلي خليل، التمرير الآن، المحاولة، الإبعاد، راجع الكرة، محاولة خطيرة، الله 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 الله، أخطر كرة لنوروز. يا دلاور ما ماشية وياك ما ماشية وياك. العمود العمود، لاحظ 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 يا محمد يا شاكر، محظوظ انت بهذه الكرة. العمود ينقذ الكرخ من هدف أكيد. دلاور، محمد دلاور هو سوى اللي عليه، لكن بعض الكرات تحتاج إلى الحظ. وأخطر كرة لنادي نوروز، عالية الكرة، كومولافي، اعتقد الراية والتسلل للكرخ.
الدقيقة الأخيرة على عمر شوط المباراة الأول تعادل سلبي، ما شاهدنا يونس حمود في هذا الشوط. يعرفوه طبعا مدافعي نادي نوروز، هداف ب 11 هدف، يعني سجل عليهم في بغداد في ملعب الراحل طبعا شرار حيدر في بغداد، في ملعب الكرك سجل 2. تحضير سورو، مطالبة بشيء ولكن إلى الركنية. حلو التحضير، اصطدت بجوشوا، الركنية الآن يونس حمود سجل في بغداد هدفين في مباراة 3-0. الهدف الآخر لعلي قاسم اللي ما موجود في هذا اللقاء. الركنية الآن مجتبى، سنلعب في الوقت بدل الضائع لا يقل عن 3 دقائق. مجتبى عالية للكرخ والمحاولة وطالت الكرة. سنلعب في الوقت بدل الضائع، آخر من لمس الكرة صوايب 4 دقائق كوقت بدل ضائع. تعادل سلبي بين نادي نوروز ونادي الكرخ. هاي الكرة الخطيرة، هاي الخطيرة، رائعة والله، هي حلوة، لكن القائم يتعاطف مع الكرخيين بهذه اللقطة. شوف دلاور، أخطر أخطر أخطر. كرة لنادي نوروز ضاعت. سورو، ممادو، عالية عالية، حاول يحضرها بالمباشر. كوفي قطع للكرة. رميض، مصطفى للكرخ. محاولة الآن التمرير مع محمد خالد. كوفي يحاول يعيد الكرة. الضغط. كومولافي إلى اليمين، طالت على مارادونا. تماس الآن. مجتبى قريب يلعب الكرة مع اليونفاي. برهي لرميض. مصطفى التمرير مع محمد. تدخل قوي، تدخل قوي، تدخل، اي نعم عليها بطاقة، تدخل قوي وبطاقة صفراء للحايك. محمد الحايك والبطاقة. الاعتذار جميل. شوف هاي اللقطة من مصطفى رميض اللي مقدم مباراة ممتازة. بالسلامة 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 لمصطفى رميض. حرة مباشرة. حسن علي برهي. الكرخ الكناري، عالية الكرة داخل منطقة الجزاء، طالت إلى ركلة مرمى. هذا حسن علي برهي. الحديث مع اللاعبين وولي كريم المدرب اللي أوصل نادي نوروز إلى الدوري الممتاز، كان ذلك في 2021. بالمناسبة ترى ولي وصل الكرخ إلى الدوري الممتاز بفترة ماضية، أعتقد مع الراحل نصر الناصر. فترة من الفترات أوصل الكرخ إلى الدوري الممتاز. انطلاقة الآن عالية خطيرة، تصل لمحمد شاكر. اي نعم، رحمة الله عليه. نصرة ناصر كان هو المشرف الفني وكان ولي هو المدرب. انطلاقة الآن
محاولة. صهيب تمرير إلى اليمين، رميض تحضير، خطيرة خطيرة عالية، طالت من محمد خالد. شوف أبو رميض قدم مباراة جميلة مصطفى رميض باللقطة الماضية. إذا صافرة الحكم طبعا باقر عبد الأمير تنهي أحداث شوط المباراة الأول. الشوط الأول ينتهي بين نادي نوروز والكرخ بالتعادل السلبي. لنا عودة بعد فترة الاستراحة في بداية الشوط الثاني. إلى اللقاء. يتركها مجتبى يا كديوري والتركيز العالي او لزميله الان. الله، الكناري غرد بهدف تاريخي جميل. الله 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 الله، اي هدف، اي تصويبه، اي تركيز عالي. يا عيني يا عيني يا يونس غني على هدف جميل. وفي ايام الربيع حضر الكناري وغرد، حضر الكناري وغرد. يونس غني يسجل هدف من اروع ما يكون. هذا هو يحجز له هدف الجولة، هذا هدف الجولة. يونس يا يونس، يونس يا يونس، وهدف من أروع ما يكون. يا سلام يا سلام، يونس غني يصل إلى هدف الثالث هذا الموسم بعد أن سجل بشباك القاسم ودهوك. أما الكرخ اللي أصبح يمتلك الثقة الأكبر، لكن هنا سامر محسن الخطير. الله، التعادل يصل لأبناء الحدبة بكرة مباغتة من القادمين من الخلف. الله 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 الله، جوستن ميدراندا، جوستن ميدراندا، نعم هو الكولومبي بالأراضي العراقية يسجل التعديل. يا له من شوط أول ويا لها من 20 دقيقة أولى. نعم هدفين يتقاسمها الفريقين. شوف سامر محسن أينما حلت الخطورة تشاهد سامر محسن، أينما حلت الأهداف هنالك بصمة لسامر محسن بكرة خادعة وصلت على طبق من ذهب للاعب جوستن ميدراندا. الكولومبي يسجل التعادل بشباك الكرخ. تعود المباراة لنقطة البداية، تساوت الكفتين، هدف مقابل هدف. الكرخ ترك مساحات للخطوط الدفاعية. إذن هل يفعلها يونس غني كما فعلها بشوط اللقاء الأول؟ كانت أبعد وسجلها. لكن هذه يونس غني، التركيز العالي، التصويب، لا 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 لا، هذه ركلة جزاء، هذه ركلة جزاء وليست ركلة حرة مباشرة. يا ساتر عليك يا يونس غني، هو عريس الليلة، هو عريس الليلة، ينفذها بيده مو برجله، ينفذها بيده يونس غني. لا الله يا الله على هدف جميل، على كرة متقنة، على تصويبة جميلة جميلة جميلة. نعم إذا غرد الكناري اعلم إن الشباك تحركت. حركها يونس غني، حركها يونس غني، حركها يونس غني. وأي تصويبة، أي تصويبة جميلة. نعم بنفس الطريقة، هو الأبعد سجلها، فما بالك بالأقرب، فما بالك بالأقرب.
الله يا يونس غني. شوف المزعجة والخطيرة يرسلها عالية إلى الأمام. محاولة بالراس لا زالت قائمة. المتابعة تصويب سجل هدفه الأول 9 دقائق من ثواني. اللاعب السرسطم الذي تسبب بهذه الركنية، الذي كان مساهما بتحول الكرة إلى ضربة ركنية، سجل من خلالها فريق نادي زاخو أول أهداف المباراة. ضربة دفاعية، ومن هناك الدفاعات لأمانة بغداد ترتبك أمام الهجوم الكاسح لفريق نادي زاخو الذي يستثمر اللاعب السرسطم، ومن هناك ينتزع أول أهداف المباراة. ضربة ركنية، قاسيموف يرسلها عالية، محاولة خطيرة بالراس. أيمن السيد العائد غياب ميلاد أيضا بروحية القائد، يعود وبرأسية يعانق من خلالها الشباك. إنه وقت العودة، وقت النهوض، وقت الارتقاء. هناك في المراكز المتقدمة يريدون الابتعاد أكثر وأكثر عن شبح الهبوط، والابتعاد عن المراكز الساخنة الحمراء المتواجدة في قاع الترتيب. أيمن الزيد يرتقي وبهدف التعادل يعود بفريق أمانة بغداد ويحتفل. الله على المرور والعبور والعرضية. إذا غاب عن التسجيل على أول أهدافه مع نادي زاخو، أول أهداف البرازيلي مع نادي زاخو. ولكن حدثني على مرور اللاعب السرسطم، على المرور من أمام محمد رمضان في الكرة الماضية. أي مرور وتمويه رائع جدا، واختراق وعرضية لاقاها التألق والتقت واصطدمت بهداف تعامل معها بجدية، تعامل معها بكل جدية حقيقية. يحاول أن يجد المساحات بهذا التوقيت إلى كلاوديو أوليفيرا. مارادونا عالية، الكرة خطيرة. الله، نوروز يفتتح التسجيل بهدف أول جميل، وعن طريق النيجيري كومولافي. نعم، هدف يحمل مع رائحة الربيع، هو أقرب وترجم الفرص إلى هدف أول. كومولافي عالية كانت ومتابعة ولا أروع، باغتت حارس المرمى وسام محمد، والتقدم يصل لمصلحة فريق نوروز. هدف أول، لم ينتهي شوط اللقاء الأول من دون أهداف. وهنا كومولافي النيجيري يسجل الهدف الأول لمصلحة نوروز. على التنفيذ الآن عبد المجيد صبارة بكرة عالية داخل المنطقة. الله، ديالا لا ترفع الراية البيضاء حتى وإن كانوا منقوصين العدد. هنا ديالا، هنا مدينة البرتقال. خذنا لننشر الفرح إلى بعقوبة والمقدادية ب10 لاعبين. ديالا يعدل، وعلي خالد القادم من الخلف، والرأسية جميلة. نعم جميلة. وهدف التعديل لديالا، رأسية ولا أروع. علي خالد رغم الألم ورغم أنه تعرض للإصابة مرتين بهذا اللقاء، لكن بقي صامدا، فهو كالفارس المثقل بالجروح. إذا الكرة الثابتة الآن، سنكمل. هذه الكرة عدت هنا. الله يا كريم، الله 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 الله. سجل في مباراة الذهاب، يعود ويؤكد على مباراة الإياب، ويسجل هنا في مرمى الطلبة وفي ملعب دهوك بالكرة ثابتة. جعلت الحارس يشاهد، يستمتع بنظراته كيف دخلت وكيف أسكنها المرمى بهدف أول
من كريم درويش يسجل أول أهداف في اللقاء التي يحتاجها لاعبين نادي الشرطة. يلعبون على الأطراف. حسين جبار يلعب الكرة العرضية. جول 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 جول. بسام شاكر يعلن عن تسجيل أول أهداف القيثارة. تبدأ بالعزف هنا في ملعب النجف. شاهد تمريرات فريق الشرطة وصلت لحسين جبار وبسام شاكر. ماذا تفعل يا العمواسي؟ ماذا تفعل يا الأردني؟ ماذا فعلت يا النشمي؟ أي خروج! أنت حارس محترف، أنت حارس محترف، وتخرج بهذه الوضعية وبهذه الكيفية. ألف علامة استفهام. خطأ لا يغتفر من الحارس بخروج غير موفق بالمرة. عبد المجيد تمريرة لأحمد فرحان. أحمد فرحان يبحث عن زاوية. الله! جول 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 جول. هدف ثاني للقيثارة. حف الزاوية الصعبة على العمواسي. شاهد الهجوم السريع والنقلات السريعة، وفرحان وضعها في المكان الصح، في المكان الذي يجب أن توضع به الكرة. ونعم، في زاوية صعبة جدا على الأردن العمواسي. ثنائية للشرطة بعد مرور 25 دقيقة على لعب الركلة الركنية. محمود المواس يلعب الركنية على القائم الأول. هنا الراسية. جول. سجل في مرمى القاسم 7 والآن على النجف 3 أهداف. نعم، الهدف في الدقيقة 53 لمصلحة نادي الشرطة. الهدف في الدقيقة 53. شاهد الراسية والعمواسي لم يفعل للكرة شيئا. يونس عبد يحاول يونس إلى هاريسون كرة اصطدت. هنا الراسية من هاريسون. يحاول الآن أيمن لوي. جول. هدف أول للنجف عن طريق أيمن لوي، وثانية وثالثة، وفي الأخير نجح. شاهد راسية هاريسون ومن ثم إلى رضا فاضل براسية جميلة لأيمن لوي. هدف الراسيات من هاريسون إلى رضا، ومن رضا لأيمن لوي الذي لعب الكرة في زاوية مستحيلة. 0-4 من القرمة والكرة الخطيرة وجول. أول للكهرباء عن طريق أوغستين أموتو بهدف أول للكهرباء. أحمد عبد الجبار وهدف أول للكهرباء عن طريق أوغستين أموتو لاعب الطلبة السابق. وصل إلى هدف الثاني. لاحظ الانطلاقة من البرازيلي بوليغا والتحضير الرائع. شوف الكرة بدأت زاكري، بوليغا لم يكن متسللا، وبالتالي أموتو بأول هدف للبرتقالي، أول هدف للكهرباء. أوغستين أموتو بهدف الأول. القطع كان من سيسكو. كهرباء والتسديدة وثاني الأهداف. ننتظر ربما الراية. إذا هدف للكهرباء. أوتارا لم يكن متسللا. سومائيل أوتارا ثاني للكهرباء عن طريق البوركيني سامويل أوتارا. لاحظ لم يكن مغطي الاثنين. وشوف اللاعب ربما فقار محمد مغطي بهذه اللقطة، وبالتالي ثاني للكهرباء
بكرة مكهربة من طبعا سامويل أوتار. زاكري تمرير، حاول حسين لزاكري، خطيرة، ثالث 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 للكهرباء. أموتو 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 أوغستين أموتو أوغستين أموتو بثالث الأهداف للكهرباء. أموتو ثالث الأهداف للكهرباء بفاصل وبجملة تكتيكية رائعة. ثالث 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 ثالث. لاحظ زاكري حسين جاسم لزاكري لأموتو. ثالث الأهداف أوغستين. ماكو أحبتي متابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي في كل مكان جديد، تحية معكم ويسرني أن أنقل لكم شوط المباراة الثاني طبعا لمباراة لحساب الجولة 27 من دوري نجوم العراق موسم 25-26. لمن التحق بنا الآن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين نادي نوروز ونادي الكرخ. التوفيق للفريقين بالشوط الثاني. طاقم تحكيم اللقاء بقيادة الحكم باقر عبد الأمير، يساعده أكرم علي، حسين وائل، أحمد عسكر حكم رابع. في غرفة الفار عصام فاضل وآيات زاحم، بينما السيد أحمد علي مقيما للحكام بانتظار الشوط الثاني. الكرخ بالأبيض الموشح باللون الأسود على يسار الشاشة، بينما نادي نوروز بالأحمر والأسود على يمين الشاشة. على ما يبدو الفريقين بنفس الأسماء. مباراة تقام في ملعب النادي نوروز في السليمانية، وسيد أيمن الحكيم المدرب السوري للكرخ على ما يبدو بنفس الأسماء. محمد شاكر بحراسة المرمى، خط الدفاع مصطفى رميض، هناك ديوري وحسن علي برهي، مجتبى صالح بالوسط، اليونفاي، محمد خالد، يونس غني، صهيب رعد، ممادو سورو ويونس حمود في خط المقدمة. نادي نوروز ومدربه ولي كريم يلعب بتشومان طبعا احمد بحراسه المرمى. هناك يتواجد محمد دلاور، ميريسيتش، جوشوا ومحمد الحايك، بينما بالوسط روى يوسف، احمد كيسيا، كلاوديو اوليفيرا، راسكو، علي خليل. في المقدمه بول كومولافي. توفيق للفريقين بشوط المباراه الثاني، ونتمنى ان تكون الاهداف حاضره في هذا اللقاء.
9 مباريات ما بين الفريقين والاهداف موجوده وتعادل، لا وجود التعادل السلبي. يحاول بالكره علي خليل لكن القطع هذه المره. اليوم فاي بالوسط احمد ايسيا اللي حصل على بطاقه صفراء، وكذلك يونس غني من الكرخ عنده بطاقه. تمريره كلاوديو، المحاوله الان قريبه لكن محمد شاكر بانقضاض جيد يحصل الكره. الكرخ ومركز الثامن ب 44 نقطة، بينما نادي نوروز تاسع الترتيب ب 38 نقطة. ربما كومولافي، محمد خالد، انطلاقة، محاولة، مامادو، سورو، تحضير. اليوم فاي من هناك لمجتبى، مجتبى يحاول يمر لكن تصل للحارس جومان أحمد. محاولة جيدة للكرخ. ثلاث انتصارات مقابل انتصارين للكرخ بتاريخ لقاءات الفريقين. كرخ فازوا بأول انتصار موسم 23 كان بال2-1 عمر نوري ومحمد صالح، بينما الهدف الوحيد كان أحمد خالد لنادي نوروز. عندهم الانتصار الثاني بالمرحلة الأولى 3-0، يونس حمود هدفين، علي قاسم هدف. وسنتحدث عن انتصارات نادي نوروز. بال21 كان 2-1 كان آسو رستم، ويومها سجل للكرخ حسن عبد الكريم. بعد ذلك 1-0 أوليفيرا مارادونا في 21، وفي موسم 24 كان 1-0 لمروان حسين. بالسلامة للاعب نادي نوروز، هذا السنغالي بالصورة. كرة للكرخ، عالية الكرة، التمرير الآن حسن علي بري يبعد الكرة إلى التماس. الحايك هذا اللاعب اللبناني لنادي نوروز. كرة اللعب، علي يحاول، عالية وخرجت الكرة إلى ركلة مرمى لفريق نادي الكرخ. كرخ طبعا يبحث عن الانتصار رقم 13، وهذا ولي كريم. يعني عندما استلم الفريق كان في المركز 17، الآن هو التاسع الترتيب بنتائج مميزة. ربما اليوم فاي السنغالي ربما ما يكمل، خلينا نشوف. ربما ورقة أولى، أعتقد كان بالصورة حسين زياد بصفوف نادي الكرخ. الكرخ والإدارة النموذجية بملعب رائع، بإدارة نموذجية بتعاقدات جيدة وبنتائج مميزة. معروفين الكرخيين. بينما هنا حيدر أحمد ربما سيشترك في أول ورقة اضطرارية للسوري أيمن الحكيم. جماهير نادي نوروز والمؤازرة، ورقة اضطرار. السنغالي يترك المباراة وسيشترك حيدر أحمد. وربما زيدان عبد الجبار. السنغالي بأول ورقة اضطرارية،
للسيد أيمن الحكيم مدرب نادي الكرخ. هذا حيدر أحمد شوية ماخذ من ميمي. مهند علي، نجم الأسود، عالية الكرة، القطع الآن، الإبعاد هذه المرة إلى التماس. هذا علي خليل، رميد يلعب الكرة، حسن علي برهي، أمامية الكرخ، محمد حرة مباشرة، حيدر أحمد بأول ورقة للسيد أيمن الحكيم صفوف الكرخ. السنغالي ترك المباراة. ربيض خذوهات رائعة، محاولة خطيرة 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 إلى الركنية. الركنية الآن للكرخ، القطع من راسكو فريق. الركنية الآن للكرخيين. السنغالي اليوم فاي ترك المباراة. ركنية الآن للكرخ. مصطفى رميض أو مجتبى عالية داخل منطقة الجزاء، رأسية لكن إلى ركلة مرمى. أعتقد هاماني ديوري اللاعب القادم من النيجر تكلم عن أهمية المباراة، يريد أن يعزز، يعني تكون الرحلة إلى الشمال ب6 نقاط كامل، على اعتبار هو حقق الانتصار على الموصل بملعب دهوك، وبالتالي فريق ما عاد إلى بغداد. طبعا هناك كان معسكر، وبعد ذلك من دهوك إلى السليمانية والكرخ. إذا ما حقق الانتصار تصور عزيزي المشاهد سيكون خامس الترتيب بديلا عن الزوراء، أعتقد ذلك، لأنه هو حقق الفوز على الزوراء، يعني ما راح يبقى بالمركز الثاني، يا خامس يا سادس، الأقرب الخامس. الاتحاد مصطفى رميض عالية، عالية عالية، يا هاماني يا هاماني يا هاماني للمرة الثانية. لاحظ 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 الرأسية، وبهذه اللقطة ضاعت ضاعت ضاعت، اعتقد مغمض ولاعب الكرة، ضاعت على الكرخ. القطع الآن، التمريرة، محمد خالد، محمود قريب، ارباك جوشوا، ضغط كرخي رهيب، ضغط كرخي رهيب ببداية هذا الشوط. كوفي، محمد خالد يحاول، راسكو تحضير مع روا، هذه المرة نادي نوروز، عالية الكرة، كومولافي، حرة مباشرة والخطأ. 3 أهداف لكومولافي، سجل على أمانة بغداد والقاسم وديالة. شوف اليد، وفاول لبرهي، حسن علي برهي. هذا هامان ديوري، حرة مباشرة للكرخ. محمد شاكر، عالية الكرة، غياب ليونس حمود، ما شاهد 57 دقيقة ورقابة لصيقة على هداف الفريق. قطع من برهي، تماس لنادي نوروز.
حسن علي بري، ولي اشرف على تدريب الكهرباء في فترة من الفترات، لكن بعض الأسماء يعني الأندية مفصلة عليهم. يعني هو بدأ مع نوروز مواسم عديدة، محاولة الآن ترك الفريق ذهب للكهرباء، عاد حيدر البديل، حمود، يونس، تحضير مع يونس آخر، غني إلى اليسار، مجتبى، الكرخ، الكناري، المحاولة، ميريسيش، كورالي، عملية تحضير، مامادو، سورو، التحضير، ومحاولة يحاول يمر، لا زالت الكرة، كان يونس، التمرير الآن، ابعاد هذه الكرة من ميريسيش، التماس لنادي الكرخ، كان الحايك بالصورة، هذا مصطفى رميض، نادي نوروز تعادل مرتين، تعادل مع الميناء ومع ديالى، لكن خسر 12 مرة. الخسارة الأكثر كانت من زاقة 0-4. جنس اللطيف وعوائلنا الكريمة حاضرة في ملعب نادي نوروز. رميض للكرخ، عالية الإبعاد وإلى الركنية. الركنية الآن للكرخ، الركنية للكناري، مصطفى رميض على التنفيذ للكناري، عالية الكرة داخل منطقة الجزاء، وربما خلينا نشوف القرار. اعتقد راح يعيدها الحكم. ركنية الآن للكرخ، مصطفى رميض، مصطفى عالية الكرة، بعد من دفاعات نادي نوروز من هناك، يحاول الآن حيدر أحمد يعيد الكرة داخل منطقة الجزاء، محاولة خطيرة. شوف المهاجم وين، فمولافي راجع يدافع. ركنية أخرى، ضغط كرخي، ركنية للكرخ، مصطفى رميض، الركنية الآن عالية داخل منطقة الجزاء، خطيرة الكرة، راجع لي حيدر أحمد، عيد الكرة، برهي من هناك، تمرير، الانطلاق الآن والمحاولة، وقريبة جدا إلى ركلة. هذا جوشوا النيجيري مع صهيب رعد باللقطة الماضية. ساعة من اللعب، 60 دقيقة، يا من تتابع قنوات شبكة الإعلام العراقي في كل مكان. حبايب، تعادل سلبي بين نادي نوروز والكرخ لحساب الجولة 27 من دوري نجوم العراق 25-26. راجع الكرة تصل لمحمد شاكر. محمد شاكر كان عندهم ابو حمراء، محمد صالح، واحد من الاسماء اللي قدمت مواسم رائعه مع الكرخ، ابو حمراء. اعتقد الان مشرف مع فريق الرديف، والرديف يقدم نتائج ممتازه بالكرخ، اعتقد هو ثاني الترتيب.
مثل ما يقدم الفريق الأول. الرديف يقدم نتائج مميزة، والشباب أيضا في نادي الكرخ يقدم نتائج رائعة. علي خليل محاولة، المتابعة والحصار والهجوم الآن، تلعب الحايك، لكن الإبعاد هذه المرة من دفاعات الكرخ. رايحة الكرة، روى قريب يمر بشكل رائع، المحاولة، التبريرة، الحايك 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 الحايك. الله 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 يا محمد يا شاكر. وعلي خليل، هل هناك كان التسلل باللقطة الماضية؟ ربما متسلل. خلينا نشوف الراية رفعت، لكن الله الله يا محمد يا شاكر، الله يا حتى وإن تكن يعني تسلل، لكن انقاذ رائع، انقاذ ممتاز. هذا محمد شاكر. حلوة المباراة، لكن بحاجة إلى هدف. ما يهمنا الهدف عاد لنوروز، للكرخ. محمد شاكر بفدائية. محمد الحايك يلعب الكرة إلى التماس، هذا مصطفى رمية. كرة اللعب، إيسيا نيجيري، روى تمرير إلى اليمين، محمد دلاور ينطلق، طالت عليك يا دلاور إلى التماس. ورقة أخرى، زيدان عبد الجبار سيلعب. محمود يترك المباراة. زيدان يشترك. عبد الجبار، انطلاق الآن من اليسار، محاولة حسين زياد. طبعا صهيب ترك المباراة، اشترك حسين زياد. عالية الكرة، واشترك زيدان عبد الجبار. الانطلاق الآن لعلي وإلى الركنية. الركنية الآن محمد شاكر. ركنية الآن لنادي نوروز. عالية الكرة، ابعاد من الدفاعات. محمد خالد للأمام، راجع الكرة لتشومان. دفع الآن أيمن الحكيم بكوفي محمد خالد ليكون مهاجم بالمقدمة. مجتبى، حرة مباشرة وخطأ بالسلامة للاعب كرخي. هذا مجتبى صالح، وبالسلامة لحيدر أحمد. حيدر بالسلامة، والله ماخذ من الميمة هواي، لك يخلق من الشبه 40. على أي حال، كرة اللعب، تمريرة، زيدان بالوسط، يونس، حيدر، تمرير
غني يونس إلى اليسار مع حسين زياد، اعتقد هدف على القرمة. انطلاق الآن، محاولة. الله 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 يا غني، يا يونس يا غني بهذه اللقطة قالت الكرة. لاحظ هو الكابتن القائد باللقطة الماضية روى، حاول يلعب الكرة. إيسيا قريب جدا، عملية التمرير لروى نادي نوروز. أوليفيرا لكن أقرب مارادونا. أوليفيرا 3 أهداف لأوليفيرا، سجل على النفط والغراف ودياله. ولي كريم لا زال يلعب بنفس الأسماء، لم يغير لغاية الآن. الحايك مع جوشوا الصربي، ميريسيج، تمريرة. إيسيا أمامية، تغطية حاضرة من حسن علي برهي إلى التماس. الحايك حاول الآن، غني يونس الانطلاقة من هناك. سيل زياد، سيل يلعب الكرة خطيرة، ممادو قريب. الانطلاقة الآن وزيدان عبد الجبار يحاول، زيدان يلعبها عالية لكن من زيدان تشوما بمسك بهذه اللقطة. روى يحاول، غني يحصلها. الهجوم الآن للكرخ. يونس غني التحضير. ممادو طالت أمامية الكرة، التغطية حاضرة من هاماني ديوري. كرة اللعب، غني يونس يحاول يلعب الكرة، تمريرة. محمد خالد عيد الكرة لغني يونس. غني حاول، سيل زياد، تمريرة. القطع الآن والتماس. قطع كان من راسكو فريق. هذا محمد خالد كوفي، 7 أهداف لهذا اللاعب. انطلاق الآن، راجع الكرة. حسن علي برهي يحاول بالكرة أمامية، الانطلاقة وإلى التماس. تماس لنادي نور. لو انتهت المباراة بهذه النتيجة سيكون أول تعادل سلبي، لكن ربما عندي إحساس هناك هدف. عاد والله أعلم. عملية تمرير، الحايك نادي نوروز. القطع هذه المرة من حيدر أحمد إلى التماس. حيدر قريب، قطع للكرة. اعتقد حيدر علي شقيق ميمي مع الرديف متواجد في صفوف الكرخ. عوائل الكريمة، الحضور المميز، السليمانية. أمان يا ربي أمان، أمان يا ربي أمان على عراقنا الحبيب من زاخو إلى الفوق. أمان يا ربي أمان. أمامية الكرة،
شاء الله تتواصل الأفراح والأمان والسعادة للعراق والفرحة الكبيرة بالوصول لنهاية كأس العالم. النرويج وفرنسا والسنغال، وللمرة الثانية بتاريخ الكرة العراقية. عودة إلى المكسيك، يعني من المكسيك إلى المكسيك وكندا وأمريكا. انطلاقة الآن، محاولة خطيرة خطيرة خطيرة، كومولافي والهجوم إلى أوليفيرا. مارادونا يعيد الكرة، لكن الإنقاذ إلى ركلة مرمى. هذا راسكو فريق، وهذا ولي، ونتائج مميزة. عاد الفريق إلى المركز التاسع بعد المعاناة الكبيرة، كان بمركز لا يحسد. مع الصربي سفش، هذا الصربي آخر ميريسش. مصطفى رميض. 17 دقيقة على نهاية التعادل السلبي بين نادي نوروز والكرخ. تماس الآن مامادو سورو، هدفين على الميناء وعلى نفط ميسان. مامادو، مصطفى قريب، رميض، لكن القطع هذه المرة من روى. محمد خالد قريب، ميريسش من هناك لجوشوا نادي نوروز. محاولة الآن الإبعاد هذه المرة إلى التماس. لما انتهت المباراة بهذه النتيجة، كرخ يرتقي مركز، سيكون سابعا، فك الشراكة مع القرمة وب45 نقطة. محاولة الآن، حرة مباشرة والخطأ. لاحظ الصراع بهذه اللقطة مع يونس غني، حلوة من يونس، يعني الروح الرياضية. اللقطة الماضية مع روى واحدة من اللقطات الجيدة. الحايك في صراع، خطأ على مصطفى رميض. لو كمل تكون خطأ، لكن يعني لاحظ هذه اللقطة يعني بها زق على قولة اخواننا المصريين. حرة مباشرة لنادي نوروز. هذا الحايك أمامية الكرة. مصطفى رميض قدم مباراة ممتازة. الانطلاق الآن كوفي، لكن يحضرها للمدافع ميريسش. روى، حايك، ضغط من زيدان عبد الجبار. هذا زيدان فترة قصيرة مع الشوط، اعتقد لعب للنجف او كربلاء. هذا علي عبد علي، واحد من نجوم الكرف فترة من الفترات. اكيد الكرف اقدم ظهورا للدوري بتاريخ كبير. نادي الكرف لحد
نتحدث عن نوروز يعني يدوب تأسيسه بال 94. لما نتحدث عن الكرخ اسم كبير قدم في رياضات مختلفة. الكرخ في السلة، في اليد، لكن الضائقة المالية وضعف الدعم لهذا الفريق استغنى على بعض الألعاب. لكن معروف الكرخ بتقديمه للأسماء الشابة اللي تبدأ مع الكرخ وبعد ذلك تنطلق إلى النجومية. الحايك، تمرير، علي خليل، تحضير، ايسيا اوه هاي وين يا ايسيا؟ هاي على نيجيريا عدل. احمد ايسيا كرة بعيدة. لاحظ يعني الحيازة الممتازة والمرور الممتاز، لكن النهاية ما عليك يا احمد. يلا يا ايسيا. النيجيري اللي لعب للقوى الجوية بفترة من الفترات. محمد شاكر أمامية. مصطفى رميض، تحضير محمد خالد، الخطأ على كوفي. أوه بالسلام. 7 أهداف لمحمد خالد كوفي. راجع الكرة. النتائج المميزة للكرخ في هذا الموسم فوز على الزوراء بال3-1. فريق الزعيم الكبير ب 14 لقب، عنده 3-2 على دهوك من المباريات الصعبة في دهوك، عنده 3-0 على القاسم وعلى نوروز. عالية الكرة، حرة مباشرة وخطأ لأوليفيرا. ربما هناك تغيير. اي نعم، مروان حسين الموسم الماضي 17 هدف مع نادي نوروز. مروان حسين سيشترك. ورقة للسيد ولي كريم اعتقد بعد هذه الكرة، أو ربما اشترك. خلينا نشوف. مروان سيشترك. عالية الكرة والمحاولة وإلى ركلة مرمى. غير ولا مروان سيشترك. دقائق العشر الأخيرة على نهاية اللقاء، يبقى التعادل السلبي. روى ترك المباراة. روى يوسف لمروان حسين. 5 أهداف لمروان حسين، سجل على الميناء والقاسم ودهوك والغراف. واحد من الأسماء المميزة، ولعب للزوراء ولعب للشرطة بالنسبة لمروان. انطلاقة الآن، المحاولة هذا مارادونا. رميض، تبرير بالوسط. ايسيا نادي نوروز، وابعاد للكرة. حيدر لغني. يونس بالسلامة للاعب كرخي. التماس ل 2014 كان هدافا مع الشرطة مروان حسين ب 15 هدف.
هذا مامادو بالسلامة بالنقطة الماضية. بعض اللقطات راسكو إلى جوشوا شومان أحمد، عالية الكرة، ديوري يبعدها، راجعة هذه المرة، حرة مباشرة للكر، الخطأ الآن بمكان جيد. هذا مروان حسين، لاحظ التدخل من أحمد إيسيا، وحرة مباشرة للكرخي. لاعب آخر أعتقد مصطفى، اي نعم، علي خليل يترك المباراة لمصطفى راضي، أعتقد مثل كربلاء بفترة من الفترات. هذا يونس، هذا حمود، عالية للكرخ، قريبة جدا، مامادو، سورو، الراية والتسلل لنوروز. هذه اللقطة الراية ربما على محمد خالد كوفي. كرة اللعب راجعة هذه المرة لجوشوا نادي نوروز، تمريرة الرأسية وسهلة لمحمد شاكر. محمد شاكر حارس مرمى الكرت يقدم موسم جيد، يعني الفريق بأكمله، بمدربه، بلاعبين، بنتائج مميزة. سورو، حيدر، تحضير، تقطع من الحائط، تمرير الآن زيدان، حاول عبد الجبار، خذوا هات، لكن راجع لمحمد الحايك. راسكو، ضغط ضغط ضغط، اوه يا زيد، يا زيد، يعني بهذه اللقطة على اية حال إيسيا، أحمد إيسيا، من هناك الانطلاقة وابعاد لي الكرة الى التماس. بالسلام 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 بالسلامة بالسلامة لحسين زياد. لاحظ في هذه اللقطة كومولافي يعني يبقى يمحكم اللقاء. يعني اعتبرها غير متعمدة بهذه اللقطة، يعني سقوط يعتبر للاعب وغير متعمد. باقر عبد الأمير حكم درجة أولى يدير هذه المباراة. هذه اللقطة شوف هنا، اعتقد بقرارة يعني تفكير الحكم، وبالتالي يعتبر قفز طبيعي بهذه اللقطة، لكن هي شوف بهذه اللقطة يبقى القرار لحكام اللقاء. القوى الجوية يبقى بالصدارة
اي نعم، ربما كرت احمر، ربما كرت احمر. باقر عبد الامير بهذه اللقطة استدعوه طبعا الفار عصام فاضل واياد زاحم. لاحظ حسين زياد. وبهذه اللقطة يعني كومولافي هل كان متعمدا ويستحق البطاقة الحمراء كلون فانيلته أم ستكون بطاقة صفراء؟ لاحظ يتكلم الآن مع عصام فاضل في غرفة الفار. يا باقر يا عبد الأمير، خلينا نشوف القرار. كومولافي أحمر طرد لكومولافي. عملية الإيذاء والتهور هكذا اعتبرها حكم اللقاء، بالتالي طرد لكومولافي. لاحظ بهذه اللقطة على أي حال طرد لكومولافي. النيجيري يطرد، وبالتالي نادي نوروز ب10 لاعبين. يعني دقيقتين مع الوقت بدل الضائع. راح نشوف عالية الكرة، مصطفى قريب إلى ركلة مرمى. الكرخ الكناري، يعني هل يستفيد من الطرد والنقص العددي لنادي نوروز أم هناك كلمة أخرى؟ خلينا نشوف. محمد شاكر 37 سيشترك. مؤمل بديلا عن محمد خالد. مؤمل راشد هذا مدافع ربما رميض. خلينا نشوف. ويشترك ايضا لاعب محمد مصطفى. ومؤمل راشد. رميض مصطفى رميض ترك المباراة مع محمد خالد. تمرير الآن كرخ، اعتقد سيندفع أيمن الحكيم لاستثمار النقص العددي. أحمد إيسيا وحرة مباشرة. عملية التمرير من هناك. عالية الكرة كانت من مصطفى راضي. راجعة هذه المرة إلى الحايك. يعيد الكرة. ميريسيش إلى جوشوا. سنلعب في الوقت بدل الضائع 5 دقائق. هل يستثمر الكرخ ال5 دقائق أم يسجل النوروز؟ هذا متروك للفريقين. راسكو قريب. التمريرة القطع الآن. مامادو التمريرة والانطلاق الآن. المحاولة إلى اليمين والانطلاقة من مؤمل راشد. عملية تحضير. زيدان قريب. خطيرة والإبعاد من دفاعات نادي نوروز. تماس لنادي الكرخ. الكرخ سيندفع بهذه الدقائق إلى الأمام. هذا مؤمل راشد يلعب الكرة. اللاعب اللي اشترك منذ دقائق تلعب. المحاولة الآن محمد مصطفى. التمريرة الله خطيرة بالمرة الأولى يونس غني، وبالمرة الثانية حسين زياد. أيمن الحكيم والتوجيهات وإلى الأمام.
الحايد أمامية الكرة لنادي نوروز، لكن شوف نادي نوروز في ملعب وبنقص عددي ويتقدم إلى الأمام. هذا مروان حسين 17 هدف في الموسم الماضي مع الفريق. لاحظ الكرة الخطيرة من حسين زياد، لكن تشومان موجود بهذه اللقطة. حلوة المباراة. هذا راسكو لاعب آخر يشترك. محمد رضا جليل. أوليفيرا ترك المباراة. محمد رضا جليل انطلاقة الآن. المحاولة 5 أهداف لمحمد رضا جليل، 2 على القاسم، عنده هدف على الكهرباء وعنده على النجف وعنده على ديالى. بالسلامة بالسلامة للاعب نادي نوروز. سلامة للاعب نادي نوروز، اللاعب الصربي ميريسيش. دقيقتين متبقية، ربما سيكون أول تعادل سلبي بلقاءات الفريقين. كرة اللعب، محاولة جوشوا من هناك، سيد زياد، انطلاقة الآن. يونس غني حاول، تقطع من الوسط الرأسية. إبعاد للكرة من حسن علي برهي. هذا محمد رضا، اسمه مركب طبعا، محمد رضا جليل، لاعب نادي الزوراء السابق، احترف في الدوري الإيراني. هو من عائلة رياضية طبعا، عنده علي جليل وعنده أبو الفضل جليل، لكن هم أبطال في فعالية أخرى غير كرة القدم، في تنس كرة القدم. علي جليل وأبو الفضل جليل. أبو الفضل اللي أحرز ذهبية وفضية الألعاب الآسيوية في البحرين للشباب، وعلي جليل. كرة اللعب، جوشوا، تمرير أحمد إيسيا، نادي نوروز، عملية تحضير. راسكو، دلاور، عالية، محاولة، ابعاد من دفاعات الكر. الانطلاقة لا رايحة للتعادل، رايحة للتعادل ما بين الفريقين. صعبة التسجيل الآن. زيدان قريب، الثواني الأخيرة وصافرة الحكم باقر عبد الأمير ينهي لقاء نوروز والكرخ. الكرخ يرتقي إلى المركز السابع وب 45 نقطة، نوروز يبقى تاسعا ب 39 نقطة. تعادل سلبي لأول مرة بلقاءات الفريقين، اللقاءات ال11 اللي مرت. طبعا حبايب، تعادل بين نادي نوروز ونادي الكرخ، تعادل سلبي. والتقيكم مباريات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.